السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا. ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاجيو الفيديو وشاركوا في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد بحول الله. اللاعب بوركسوت واش غيواصل مع الرجاء ولا لا. بوكرين اللي خرج رسميا من فريق الرجاء اللي من بعد ما سنى الكونترا ديالو، وايضا صفقات لانه كاين اسماء دابا كتروج في المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كنتسناو حنا ما هو رسمي اللي كيبان انه الرجاء يعني قادوا لا ستركتور ديالهم. شكون اللي غادي يكون مركز على الموضوع ديال الميركاتو، وشكون اللي ايضا غيكون مركز على الموضوع ديال التحضيرات والاستعدادات بلاودي. كنظن بان مرحله جديده عاوتاني فريق الرجاء الرياضي بفكر جديد ديال ان صافي المدير الرياضي هو اللي تكلف ما هو كل ما هو تعاقدات بالاتفاق ولا بالتشاور مع يعني نصر الدين النابي، لانه هو اللي غيحدد مراكز ديال الخصاص. المهمه ديال نصر الدين النابي غتكون هي تحديد مراكز ديال الخصاص، في حين ان يعني المدير الرياضي الناس اللي غيشتغلوا معاه على حسب ما كيروج فريق الرجاء الرياضي، بان كاين اسماء اللي غتكون قريبه منه هي اللي يعني دير التعاقدات. الى اي حد غتنجح هذه الفكره، لان انا تكلمت شحال مره بان المدير ولا يعني الاطار الاجنبي ما عمره غيكون عنده نجاح باش انه يقدم اضافه لفريق الرجاء الرياضي. والتجربه كانت يعني لا هاد السماكه اللي كان المدير التقني اللي كان من قبل انه دويل كوردوبا كلهم ما عطاوش اضافه. افضل الحقب اللي كانت فيها اكتشاف لاعبين ولا لاعبين في المستوى من المدرسه وكذا كان مع اطر مغربيه، اللي كان فيها مثلا الحقبه ديال فتحي جمال، سي نجمي وغيرهم من اولاد الراجل اللي كانوا مشرف محمد فاخر كذلك في مرحله من المراحل. اليوم الفكره هي انه غادي يكون مدير رياضي اجنبي ومعاه برتغالي في يعني في سكاوتين، ومعاه يعني سي مغنيه اللي غيكون مكلف بتطوير الاداء ديال اللاعبين، وكذلك يعني اسم ولا اسمين اللي غيضافوا باش يشتغلوا. يعني كنظن غيضافوا يعني من واش من اللاعبين القدماء، واش اسماء اللي عندها خبره وتجربه في الدوري الاحترافي باش يعاونوا المدير الرياضي ويساعدوه في عمليه ديال التعاقدات. وهذا ملف اللي ماشي سهل داخل فريق الرجاء الرياضي، لان يعني مجموعه من الاسماء غادروا واسماء اخرى هي مرشحه انها تغادر فريق الرجاء الرياضي. والفريق داخل المرحله يعني اصعب، لان كاين المنافسه الافريقيه في الكاف، وغيكون الموسم المقبل مطالب بالمنافسه على لقب ديال الدوري الاحترافي، خصوصا ان هذا الموسم يعني واخا المركز الثالث ولكن المستوى ما كانش كيلقى يعني الرضا ديال الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي. ديما كانت انتقادات، ديما كانت هذا، وما كانش حتى استقرار تقني. معين شعباني معين سميتو لا المدرب التونسي سميتو الشابي من بعد دازوا الفاضلو، من بعد يعني ثلاثه ديال المدربين في موسم واحد. هذه من الاشياء اللي ما كانتش ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. يعني يعني الفتره الحاليه بالنسبه للرجاء فتره مهمه بزاف، مهمه وصعيبه بجوج في الاتجاه بجوج. مهمه لانه خصو يبنيو فريق تنافسي الموسم المقبل، وصعيبه لانه خصو يجيبوا اسماء في القيمه ديال فريق الرجاء الرياضي اللي يعطيو الاضافه واللي يعني يخليو الرجاء تبان مستوى افضل من الموسم الماضي. وبالتالي اي لاعب غادي يمشي لفريق الرجاء الرياضي يعني باش انه يتفاوض معاه ولا يتفاوض مع الفريق ديالو، ديجا غيلقى انديه اخرى هي كتفاوض. وهنا فين غتكمن الصعوبه ديال التعاقد مع اللاعبين، والصعوبه غتزيد اكثر الا بقى هذا المدرب البرتغالي ولا المدير الرياضي البرتغالي كيشتغل بوحدو على هذا الملف ديال التعاقدات. فاذا اشتغل بوحدو على الملف ديال التعاقدات فما كنظنش غيعطي اضافه لفريق الرجاء. إلا وصلتي لهنا وعجبك المحتوى اكتبوا لي آراءكم في التعليقات، ما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل أكبر عدد من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.